السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن خطأ. لو اللودر شطب منك جهاز، في الحالة دي هتتصرف ازاي؟ بس قبل ما نبدأ ان شاء الله الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، وما تنساش تشترك في القناة، ويا ريت تقول لي رأيك ايه في التعليقات علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وعشان ما اطولش عليكم نبدأ يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، اللودر لما يشطب منك جهاز يا شباب، قبل ما يشطب في عندك عداد هنا اهو. ده العداد بتاع الجهاز، هنا تبقى مفول كده في النص كده، مظبوط كده مظبوط. المهم ما يجيش قبل الاحمر. لو جاء قبل الاحمر، لو جاء على الاحمر كده شطب منك جهاز. طب شطب منك جهاز، في الحالة دي هتعمل ايه؟ هتعبي في الجراكن، وهتجيب شوية جاز من في الجراكن وهتفضي تحت. بس انت المفروض ما تخليش اللودر يشطب منك قبل ما تيجي على الاحمر هنا، تيجي تفول على طول. طب لو ما فيش عندي عداد او العداد بايظ، ممكن تشوف على حسب كم يوم انت شغال، مثلا كل يوم ويوم او كل يومين مثلا، على حسب شغلك. تمام كده يا شباب، هتعرف ميعاد التفويلة امتى. او ممكن برضو في طريقة تالتة ازاي. ممكن انا بالمقاس اجيب عصاية تكون نظيفة كده ولا حاجة، احطها في التانك، او في اللوادر اللي هي التانية العادية فيها مقاس بتاع جاز، زي مقاس الزيت كده. بتحط المقاس بتعرف فيه قد ايه مثلا التانك. تمام كده يا شباب. يبقى انت المفروض هنا ما تخليش اللودر يجي قبل الاحمر. طب لو جه على الاحمر وشطب مني جاز، في الحالة دي خد مني هوا اللودر. في لوادر عادية بتفك الرشاشات، في 6 رشاشات تحت بتفكهم وتقعد بتشغل بالمفتاح كده شوية، فبيطلع معاك كده الهواء، وبعد كده بتشغل. طب اللوادر اللي زي دي الكهرباء، في الحالة دي هتعمل ايه؟ انا هوريكم الطريقة دلوقتي هنعمل ايه. بس تابع معايا الفيديو للاخر علشان تستفيد بكل حاجة. هنزل اهو. تمام كده يا شباب، انا هوريكم الطريقة ازاي. هوريكم التكرك ازاي. هتفتح الكبوت ده كده، هتفتح الكبوت ده كده اهو، علشان اوريك الطريقة. هتضغط على الزرار اللي فوق ده كده هنا، وهوريك الطريقة ازاي. هتيجي هنا في عندك كركة اهي، دي الكركة بتاعت اللودر. انا مش عارف بس عشان البتاع. ادي الكركة اهي. بعد ما تعبي هتضغط على الكركة دي كده لفوق، دي كده الكركة. بمجرد ما انت تعبي الجراكن جاز وتفضي، لازم تكرك له كده شوية لفوق بالزرار ده علشان يتعبى معاك. تمام كده يا شباب، علشان يتعبى معاك. بعد كده هتيجي هنا يا شباب، هنا الغطا بتاع التنك اهو. ده الغطا بتاع التنك، هتفضي منه الجراكن. بعد ما تفضي منه الجراكن هتعبي من الكركة. هنقفل بس الزرار ده علشان اشرح لكم. اهو يا شباب، زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي وريتكم الكركة ازاي. لو شطب منك جاز هتعرف بالكركة دي تتصرف ازاي. تمام كده يا شباب. هتكرك للودر شوية بالكركة الكهرباء دي. بعد ما تعبي الجراكن طبعا جاز وتفضيهم وتكرك شوية، بعد كده تشغل بالمفتاح هيشتغل معاك ان شاء الله. دي كانت الطريقة بتاعت اللودر لو شطب منك جاز تتصرف ازاي. تمام كده يا شباب. اهم حاجة ما تخليش اللودر يشطب منك جاز على الاحمر. قبل الاحمر ان شاء الله هتروح انت واخد بالك، هتروح انت ايه مفضي طبعا تروح تفول على طول ان شاء الله. دي كانت الطريقة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.